حوالي 5 ساعات، وفي الاخر اكتشف ان انا مش مجمع غير حوالي نص ساعة بس. لو انت عندك المشكلة دي اطمن، انت مش لوحدك، دي مشكلة ناس كتير جدا. وعشان احلها ففي روشتة بسيطة كده هقولها لك من منظور صيدلي بحت، هيقولك الحل من الاخر. اول حاجة اهتم بالفيتامينز بتاعتك. طب ايه هي اهم الفيتامينز اللي انا لو اخدتها هتحسن من المشكلة دي؟ اول حاجة فيتامين اوميجا 3. الاوميجا 3 ده بيحاول ان هو يحسن من توصيل المعلومة للمخ. تاني فيتامين مهم بالنسبة لي هو فيتامين البي 12. فيتامين بي 12 ده بيحسن من التركيز بتاعك ويقلل من الخمول والكسل وشعور النوم دايما المتواصل اللي انت بتحس بيه اول ما تفتح الكتاب. تالت فيتامين معانا هو فيتامين الزنك والمغنيسيوم. على الرغم من ان هم ليهم فوائد كبيرة جدا من ناحية المناعة وان هم بيحسنوا المناعة، هم كمان بيحسنوا من قدرتك على التركيز والاستيعاب. دي بالنسبة لأهم الفيتامينات اللي أنا ممكن أخدها. ولو عايز تفاصيل أكتر ففي حلقة كاملة متكاملة عن الفيتامينات ومواعيد إنك تاخدها. تاني طريقة بالنسبة لي مهمة برضو عشان تكمل الطريقة بتاعتي، وهي ان انا اهتم بالمية كويس قوي. لو قعدت اكتر من ساعة ما بتشربش مية فده هيخلي المخ بتاعك جاف تماما، وبالتالي قدرتك على الاستيعاب هتقل. فحاول انك كل ساعة على الاقل تشرب مية بشكل كويس. تالت حاجة هي النوم. مهم جدا انك تنام بشكل منتظم وشكل كويس، خصوصا في وقت الليل، لان وقت الليل ده هو اللي بيخليك انك المعلومة تتحرك من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة، وبالتالي المعلومة اللي انت هتذاكرها مش هتقدر تنساها خالص. لو مشيت على الخطة دي أوعدك إنك الذاكرة بتاعتك هتتحسن كتير وقدرتك على الاستيعاب هيتحسنوا كتير. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك أي أسئلة اكتبها لي في الكومنتس، ولو عندك حد من صحابك عنده نفس المشكلة دي ما تنساش تبعتله الفيديو ده. باي.